ايزي يا هوجو ده صاحبنا. ده هيرو كلب جيرمان شيبرد ورك لاين، واللي بتبصلي ديت توسكا اخته، وتوسكا هي السبب في مشاكل كتير هنعرفها مع بعض في الحلقه. حاولت اعرفهم على بعض بادب بس توسكا حلفت انها ما هتعدي الموضوع على خير. حاولت اتفاهم معاها، بقول لها يا توسكا ليه كده؟ قالت لي احنا كلاب ورك لاين. قلت لها يعني ايه ورك لاين؟ قالت لي هنعرف ده مع بعض في حلقه النهارده. كانت مصممه ان احنا ما نتفاهمش ابدا، وندهت لي هيرو وقلبت اليوم بمشاكل كبيره جدا. فتعالوا نشوف هنعمل ايه مع الوحشين دول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقه جديده من كوكب مستر هوجو. معاكم مدحت الحسيني ومعانا المعلم هوجو. حلقتنا النهارده مختلفه شويه، هنروح نشوف كلبين بيتحكي لي عنهم اساطير وحكايات كبيره. هنروح نحاول نساعد صاحبهم في ان هو يتعامل معاهم، لانه عنده مشاكل كتير فيهم. من ضمن المشاكل ان هو مش عارف يخرجهم ابدا، مش عارف يتحكم فيهم ابدا، مش عارف يروح بيهم مكان فيه كلاب، ولا عارف يقابل بيهم ناس ولا اي حاجه. تعالوا نشوف الحاله. هو بيقول لي الكلاب شرسه شراسه وقاتله. هنشوف كلاب جيرمان شيبرد وورك لاين. هوريكم لاول مره او من الحاجات القليله جدا في مصر يعني ايه كلاب وورك لاين حقيقيه. هم لسه ما اتدربوش، اللي مطمني شويه الكلاب سنها صغير شويه. يلا نلبس هوجو. يلا البس البس. لا ما اتلبستش، البس عادل. يلا تعالى هنا. لو قابلنا كلاب شرسه هتعمل ايه؟ جيب واي راح نتخانق ولا خليهم قدامين؟ خليهم قدامين. يا جماعه هوجو متحمس قوي وانا متحمس اكتر منه. هنروح نشوف الكلبين. متحمس جدا اشوفهم، متحمس جدا اساعده. خليك متابع نشوف نعمل معاهم ايه خطوه بخطوه. ان شاء الله هحاول ما منتجلكوش حاجه عشان يوصل لكم اكتر استفاده. فمن غير كلام كتير يلا نبدا الحلقه. قرب خطوتين اول ما قابلنا باشمهندس محمد اتفقنا على الطريقه اللي هنعرف الكلاب بيها على بعض، وبدانا ننزل الكلاب كلب كلب، وبدانا بهيرو. وعلشان هيرو دكر وهوجو دكر احنا استعنا بقمر هوريها لكم دلوقتي، هتبقى ضيفة الحلقه بتاعت النهارده. هنشوف ازاي هنعرف كلاب شرسه على بعض من غير ما اي كلب يتاذي، وان شاء الله الموضوع يعدي على خير. خلينا متابعين. وهبدا الاول اخلي هيرو يتعرف على قمر، خلي قمر هي اللي تقرب، وهوجو شايف الموقف. انا بحاول اهدي الموقف بين الثلاث كلاب علشان هوجو لو قابل هيرو مرة واحدة الموضوع مش هيبقى لطيف. عايزك تركز معايا في ردود افعال هيرو ورد فعل قمر. هيرو كل شوية الكلاب اللي بتبقى شخصيتها قوية جدا دي بتهز اي كائن حي واقف قدامها. لو استجبت الكلب هيبدأ يهاجمك تماما، وهو ده اللي حاول يعمله مع قمر. بس قمر ما شاء الله في الاول ما خافتش، هو عمال بيلف حواليها بيحاول يخوفها. انا عايز اهديه اصلا. اول لما الكلبه بعدت عنه الكلب جري وراها، ودوت اللي انا لسه بقول لكم عليه. ايوه سيبه ادي الكلب حريتهم خالص. عايز الكلاب بحريتها، عايز الكلب ده ينزل شعر ظهره. بدأنا نصحح الوضع لأن هيرو أول مرة يقابل كلاب في حياته حرفيا، ويمكن أول مرة في بني آدم تاني هيحط إيده عليه غير صاحبه. هي النهاردة الكلب حرفيا بيكره أي حد غريب أو أي حاجة غريبة، وأي حاجة بتتحرك هي بيحاول يحولها لفريسة. ودي من الصفات الأساسية في كلاب الحراسة وكلاب حماية المنشأة تحديدا. المهم احنا هنا خلينا هيرو أول معاملة ليه مع كلب في حياته تبقى مع أنثى، وهما الاتنين في سن بعض تقريبا، يعني تقريبا قمر أكبر منه بشهر تقريبا. فبدأنا نقرب الكلاب، خليناهم يتعرفوا. محمود هنا هيغلط غلطة كبيرة ان هو بدأ يسحب كلبته، فتحولت مباشرة لطريدة بالنسبة لهيرو زي ما احنا شايفين، وخلينا قمر تتحول للوضع الدفاعي، وانا ما كنتش عايز دوت يحصل. تعالوا بقى نعرف هيرو على هوجو وربنا يستر، وهنتفق مع الباشمهندس محمد ازاي هندخلهم على بعض بطريقة سليمة. انت كام محمس الكلب؟ ارخي الخناقه شويه، ارخي الخناقه بس كده. واتفقنا ان احنا هنخلي الليش قصير جدا، بس الخناقه مرخيه، يعني مش هنبقى محمسين الكلب ولا شادين اعصابه، عايزين الموضوع يعدي بامان ان شاء الله. اول مقابله لهيرو مع دكر تاني في حياته. الحمد لله خلينا الكلاب اتعرفوا مع بعض على الاقل مبدئيا دلوقتي بطريقه سليمه. خدت بالك عارف ان هو عيل صغير ازاي؟ صاحب هيرو مش مصدق ان كلبه هادي كده في وجود كلب تاني، ومش مصدق اللي حاصل اصلا. بس الموضوع مش هيستمر كده كتير، لان غريزة هيرو عالية جدا، مش محتاج غلطة واحدة تتغلط معاه لان الكلب هيشتغل لوحده وهوجو مش هيسكت له. فخلينا متابعين اللي هيحصل كوارث. اول لما هوجو اتحرك هيرو راح. هوجو هيسكت، هوجو هو الذكر المسيطر وهو الذكر الاكبر سنا وكل حاجه. بس عايزك تشوف هنا رياكشن هيرو، ما شاء الله عليه، ربنا يحميه يا رب. ما ننساش كلنا نقول ما شاء الله ونصلي على النبي.
الكلب شخصية قوية جدا، وهي دي شخصية كلب الحراسة الحقيقي. وبالمناسبة أنا عايز أقول لكم إن الكلاب الورك لاين في بلاد تانية غير بلادنا أغلى بكتير من الكلاب الشو لاين. موضوع الورك لاين والشو لاين ده أنا عايز أبقى أتكلم عنه في حلقات تانية باستفاضة إن شاء الله. هدينا الموقف تماما وبدأت أعلم هيرو قانون المسافات الآمنة. أنا مش عايز الكلب يبقى عنده أجريشن على الحيوانات خالص، لأن كلب الحراسة ما ينفعش يبقى عنده أجريشن على الحيوانات تماما، زي ما عكس ما الناس فاهمة. يا ابني هيثبتك يا ابني. الكلب برضو مش مدي امان لاي حد من الغرباء سواء بني ادمين او كلاب، ودي الصفة الاساسية في كلب الحراسة. عارف ان المعركة خسرانة 100%، بس هو حاطط نفسه في موقف الحامي او الحارس الشخصي بتاع صاحبه، والسبب في دوت ان دايما صاحبه سامح له ان هو يتقدم، يعني هو الكلب هو اللي بيسبق في كل حاجة. دي طبعا ما ينفعش تحصل مع كلاب الحماية الشخصية لانهم هيعملوا كوارث، بس صفة أساسية في كلب حماية المنشأ أو الحراسات الخاصة بتاعة الأماكن والمصانع وكده. بدأت أطلب من المهندس محمد إن هو يهدي الكلب ويكلمه بصوت واطي علشان نخليه يفهم أو يستوعب وهو تحت ضغط وفي كلاب إن هو يستقبل أوامر وما يبقاش مندفع مع الغريزة. بدأنا نتفق هنعمل إيه مع الكلاب، بس برضو ده اللي حصل. عامل إحنا مرخيين بس مقصرين، يعني هنرخي ونقصر. أوكي حودة نفس الكلام، هنرخي ونقصر ماشي. يعني مش عايز اضغط الكلبه، لا عادي سيب ما تسحبش الكلبه في حركه زي دي حولت الكلبه بالنسبه له لطريده، واثرت على قمر سلوك سلبي ان الكلبه بقت خوافه اكتر. هوجو هنا بيحاول يأمن الموقف، فانا طلبت من محمود ان هو يرجع تاني علشان حاجتين، علشان دوت يعرف ان دي مش مصدر خطر وما يفضلش يعمل اللي هو بيعمله ده، هو قلقان ورافع ظهره وبيهاجم، وده في معظم الاوقات بيبقى قلق فانا انت. وخليت الموضوع يبقى اهدى شويتين، وفي نفس الوقت قمر ما تبتديش تقلق من المواقف دي. سحبه بسيطه من ايد صاحب الكلبه حولت الموقف لاكشن كامل. طلبت من صاحب هيرو يتدخل بالكلمه السحريه، الكلب بقى ريلاكس تماما وهو لسه ما اتدربش. كل الموضوع خلينا الكلاب تتعرف على بعض بطريقه سليمه، وخلينا الموضوع اهدى. محمد بس الباشمهندس محمد قال للكلب ان احنا تمام، الكلب نام في الارض على طول والموضوع عدى على خير. هنا خلينا الموضوع اهدى، بس برضو لسه الموضوع مكملش، لسه هيرو وهوجو ما قربوش من بعض بالكامل. انا اللي يهمني في الموضوع دوت ان هيرو يوصل له فكرة ان مش كل الكائنات مؤذية، وان انا عايز الكلب يشغل دماغه شوية، عشان كلب زي ده لو كبر على عكس كده الكلب هيبقى شرس شراسة غريبة. هنا هنبدأ نقربهم من بعض ونشوف الموضوع هيجي ازاي. ان شاء الله هيجي على خير. هيرو لسه صغير، هنا ابتدى يكتشف يعني ايه اعرف الكلب سنه قد ايه والحاجات بتاعت الكلاب الطبيعية، لان هو عمره ما قابل كلاب وعمره ما قابل بني ادمين. الاستقرار ده مش هيكمل كتير، فدي بتبقى وظيفتك انت، ان انت لازم تسيطر على المواقف ما يحصلش فيها اي حوادث. وبالمناسبة اوعى تعمل الموضوع دوت لو بتشوف الفيديو او تقلده، لانك لو قيمت شخص في الكلبين غلط او غلطت غلطة قد كده هيبقى فيها خسائر، وممكن كلب فيهم لا قدر الله يحصل له حاجة. احنا هنا خلينا الكلاب يعني كل كلب حتى لو الكلب شرس طلع الطاقة اللي عنده، بس ما سمحناش لأي كلب يلمس التاني وما حصلش بينهم أي مشاكل. خلينا الموقف يعدي بينهم على خير، وبعد كده أنا بدأت أسيطر على الموقف بالكامل عشان برضو أوصل لهيرو معلومة كاملة. لو خدت بالك الثانية اللي فاتت دي الباشمهندس ادى الكلب كوريكشن بطريقة خاطئة. الكوريكشن ده كوريكشن تحفيزي، خلى الكلب يتحط يعني شبه ان انا بزقك من على صخرة في البحر وانت ما بتعرفش تعوم، فلو انت واخد بالك الكلب مش عايز يتحرك خطوة لقدام. فلو انت اتعاملت مع كلبك غلط ممكن تخليه جبان من غير ما تقصد، ممكن تخليه شرس قوي من غير ما تقصد. كل اللي انت محتاجه عشان تعرف تتعامل مع كلبك صح من غير ولا غلطة انك تعمل متابعة وتعمل لنا لايك لكل فيديوهات وتسيب كومنتات على الفيديوهات وعرفني ان انت موجود وانا معاك على طول. ودي اول لمسة لهيرو مننا، هيرو سمح لي المسه اخيرا. بتتعلم كده، الكلاب بتتعلم بالمواقف، طالما الموقف عدى على خير هيسيب عند الكلب ذاكرة كويسة. قلت لهم يلا ندخل هيرو بقى، تعب شويتين انا كده ضمنت اصلا سلوكه في العربيه الكلب هيبقى هادي. وبدات اجيب قص المصايب توسكا دي بقى، هي تبان هاديه ولطيفه وكيوته وبتحب الناس، بس هي بقى عارف انت لئيمه لقم السنين. جت توسكا، وتوسكا اخت هيرو، هي في عمر 8 شهور برضو تقريبا، بس توسكا شخصيه مختلفه تماما سبحان الله، مع انهم الاتنين اخوات. توسكا تصلح للحمايه الشخصيه من التراث الاول، كلبة بتحب اللعب وفي نفس الوقت عندها دهاء خارق، بتشغل دماغها في كل حاجة. هي دي بقى اللي بتقولي احنا كلاب ورك لاين، فتعالوا نشوف هنعمل ايه مع الكلاب الورك لاين.
ولو انت لسه ما عملتش لايك وبتتفرج لحد دلوقتي يا ريت تعمل لايك وتعمل شير للفيديو وتسيب لنا كومنت جميل عشان تعرفنا ان انت شفت الفيديو. وهنا بقى خطوات الاتفاق بيني وبينها، ان بنات الناس ما بيعملوش كده، يعني سيب الكلام ده للناس التانيين. الباشمهندس محمد مستغرب كليا ان ازاي هيرو قاعد في العربيه ساكت، فانا هنا شرحت له ان احنا خرجنا طاقه الكلب، وطالما الكلب خرجت طاقته بيتحول لكلب طبيعي، ومن هنا بنقدر ندرب الكلب ونوجهه بالطريقه اللي احنا عايزينها. هوجو مصمم ان هو يعمل مشاكل، فاتفقت معاه هو كمان ان احنا نخلينا هاديين علشان نعرف نكمل. فهنروح دلوقتي نجيب هيرو، وهننزل هيرو وتوسكا وهوجو مع بعض، وشوفوا بقى قص المصايب الطيبة دي هتسخن الدنيا تاني وهتعمل ايه بعد ما هدينا الموقف. اول لما هيرو وصل توسكا بصيت له قالت له انت ايه خلاص بقيت كلب تاني يا هيرو، بقيت طيب؟ قال لها لا مفيش الكلام ده احنا كلاب ورك لاين. وقام رايح بيهوهو على هوجو. بص ثبات هوجو الانفعالي ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما تنساش برضو تصلي على النبي تاني وتقول ما شاء الله. وهنا كان لازم اتدخل بحزم للمرة التانية. بص بدأنا نكافئ توسكا، وزي ما انت شايف هيرو بقى اهدى بكتير. وهنا بفهم الباشمهندس محمد ايه فايدة انك تغير طبقات صوتك مع الكلب ما تخليهاش ثابتة. اول لما بدأت ازعق لهيرو توسكا قامت زي ما هي متعودة، لان غالبا الكلاب كانوا بيتكافئوا لما بيهوهوا على كلاب، قامت مهوهوا عليا. اتدخلت بمنتهى الهدوء، هديت الموقف وطلبت من صاحب هيرو يهديه، ودي النتيجة. ولما توسكا كانت بتحاول تعترض او تكسر الاوردر وده اللي كلبك هيعمله على طول، انا بس اديت لها توجيه بسيط. التلاتة الله اكبر، وقمر قدام الكاميرا اهي. ابعتها لك. الاتنين ما شاء الله كلبين ورك لاين اقوياء جدا. وهوجو اول مره يقابلهم، وانتوا شفتوا البدايه كانت عامله ازاي. انا عايزكم تتابعوا احنا هنعمل ايه في الاساتذه دول. يلا. شفنا هيرو وشفنا توسكا، كلاب ما شاء الله عليها، والحمد لله قدرنا نساعد صاحبهم حتى لو مساعده بسيطه في الوقت الحالي. ان شاء الله الايام الجايه هحاول اوريكم حلقات تانيه ليهم. لو عايزين تشوفوا هيرو وتوسكا اكتر اكتبوا لي في الكومنتات. كان معاكم مدحت الحسيني، ومعانا هوجو، معانا لوبيا. انتهى لما رجعت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.